فاحنا يعني السنه لو هنتكلم بقى خلينا نقسمها كده، السنه بدات معانا ازاي وانتهت معانا ازاي. طب ابدا بقى. يعني انا في الاول اول ما بدات، انا فاكر ان انا في ثالثه ثانوي دي اول ما بدات الدنيا كانت معايا لا خلاص بقى انا عندي هدف، عايز ادخل هندسه ما اعرفش ايه، انا كنت علمي رياضه، فاللي هو بقى ايه مرتب كام حاجه كده، فكنت ايه ماشي على الصراط المستقيم زي ما بيقولوا، دروس ما اعرفش ايه الكلام ده، لحد ما ايه لقيت ابويا داخل عليا في مره، المهم قال لي ايه في تذاكر لماتش الاهلي، كان ماتش الاهلي والترجي في بطوله افريقيا 2017 فالمهم قال لي ايه في تذاكر لماتش الاهلي، خلاص بقى في عزيمه في بتاع في دروس في الكلام ده، لا انا في حلم. قلت له يا عم كنا يوم جمعه، قلت له يا عم انا مش رايح ماتش الاهلي، ماتش الاهلي انا هذاكر. تمام. على الساعه 8 بالليل كنت بقول له عايز تذكره ماتش الاهلي والله العظيم، ورحت جبتها، كنت رحت لميسي قلت له التيكت وعايز التيكت وما اعرفش، كان عمي فكري اللي اخدها مكاني. وبعدين لما عمي فكري اصلا كان واخدها ومتردد يطلع ما يطلعش مش عارف ايه، لما لقاني انا عايز اطلع قال لي ايه خلاص روح خد التيكت دي ايه وروح انت ويوسف. رحنا انا ويوسف، فالمهم ايه بس برضو الدنيا كانت ماشيه. مين بقى اللي خد علم بالحوار ده مين اللي عرف؟ كان مدرس الرياضه اللي هو اسمه الدمرداش، ده عرف بقى، عرف ان انا بروح الماتشات ومش عارف ايه، كان عندي واحد زميلي اسمه محمد رجب كان دايما ماشي معايا. فالمهم قال لي راح قال للمدرس بقى ايه، كان بعدها ماتش النجم على طول ربع نهائي. هزاروا بقى. ايوه 6-2 قال ابوه، قال الدمرداش اقصد، راح للدمرداش قال له احمد ناوي يروح الماتش وما اعرفش ايه والكلام ده، كان عندنا امتحان في نفس اليوم، يعني يوم الماتش هو كان يوم 22/10، انا لسه لحد دلوقتي فاكر 22/10/2017. فالمهم ايه قال له احمد ناوي يروح الماتش وما اعرفش ايه، هو كان بيقول له يعني خوفا عليا اللي هو انت هتروح، هو الاستاذ الدمرداش كان منبه بقى اللي هو هيروح ومش هيحضر الامتحان ده، يعني اللي مش هيجي اللي هيغيب ما يجيليش، فاهمني. فالمهم قال له احمد هيروح وما اعرفش ايه والكلام ده، قال لي انت مجتهد، انا كنت بقفل كل الامتحانات قبل ما قبل الحوار ده كانت فكان الحوار ده كان تمام. المهم قال لي ايه ما تروحش، انت فاهم بقى الاهلي كان ايه فاهم مجنون مجنون اهلي الشكر لما يعرف يجيب قبلها بشهر احنا جايين. المهم قال لي ايه، قال لي لا ما تروحش وخليك لمذاكرتك وما اعرفش ايه والجو ده. المهم قلت له حاضر وما اعرفش ايه، جه الماتش رحت جاي رايح 6-2 حفله بنت حرام ما كانش ينفع ما احضرها، فاهمني، حفله بنت لذينه لحد دلوقتي انا بحلف باليوم ده. المهم ايه بعد ما الحوار ده عدى يعني فات الماتش ده، جيت قابلتك وانا رايح الدرس الحصه اللي بعدها بقى، انا رايح يا ترى هيحصل لي ايه، بتفكر يا ترى انا رايح مرعوب، هو كان بيضرب وكانت الدنيا خربانه وانا طول عمري بخاف من الضرب مين فينا ما بيخافش؟ فالمهم قال لي ايه، المهم انا ايه قابلتك، لو تفتكر انت وحمادته في العربيه بتحمل ايه الدنيا، ده احنا رايحين البطرس يا جدعان، بطرس احنا في ثالثه ثانوي بطرس ايه يا ولاد اللذين، كنا في اول اليوم كان الساعه 9 الصبح. بطرس ايه احنا يعني فتحها علينا رزاكر بعد الصبح، انا درس بدري يا عم، اول اليوم بسم الله الرحمن الرحيم نبدا يومنا اصلا. المهم لقيتكم ايه لا رايحين البطرس وفيفا 18 واللاب معانا والدنيا خربانه الدراعات والدنيا والفرف جنب البطرس بره المهم قلت لكم لو تفتكر قلت لك ايه لا انا رايح الدرس. وصلت الدرس عم محمد يا هشام، لقيت الدمرداش ماسك العيال عجن جوه، عجن يعني على واجب كان مساله ما تحلوش ماسكهم عجن جوه. طب ده انا ما حضرتش امتحان وقال لي لو ما حضرتش هيحصل وهعمل وهسوي. رحت جاي لافف ورحت البطرس، ما رجعتش الا في شهر 2 طب جاي تعمل ايه يا احمد؟ مش الدرس وراك كده الدمرداش بيموت في العيال لا ما خلاص يا عم، يعني عمك عطيه قوي
افتكر حاجات كتير. افتكر هي كانت برضو انت بدايه ثالثه ثانوي كسنه، هي بتبقى سنه زي اي سنه، بس في نفس الوقت هي مصيرك، هي بتحدد مصيرك، بس برضو هي كتحديد مصير مش نهايه العالم، بس هو كل حد بيخش ثالثه ثانوي بيبقى عنده هدف. انا بقى في الاول انا كنت علمي علوم تمام، وكنت داخل السنه بجديه تامه. اول شهرين ده اللي افتكر جديه تامه، انا كنت ممكن اخلص دروسي واخلص دنيتي واجي اذاكر. انا ما كنتش يعني اخلص دنيتي وكنت اخلص مذاكره على الساعه 2 3 بالليل، وكنت الاقي نفسي صاحي الساعه 5 الصبح من نفسي كده، اروح مصلي الفجر وقاعد مذاكر. قبل كان عندي درس احياء 7:30 الصبح، كنت بقى اصحى من النوم ولكني نايم سنه كامله. انا قايم بنشاط، قايم فريش، الدنيا حلوه، منظم الدنيا، والحمد لله الدنيا ماشيه زي ما انا عاوز، وكل كان بكرم ربنا طبعا في الاول والاخر. جه بقى بعد ما انت استاذ الكيمياء استاذ سعيد الشحات لما عمل حادثه وكده، وجي استاذ مكانه، جاب استاذ مكانه عشان يبدا يمشي مع الطلبه، يمشي معانا في المنهج، ما نتاخرش، ما نعملش زي ما انت عارف وكده. في بقى دي نقطه التحول بقى. نقطه التحول ازاي؟ ان انا مع الاستاذ ده ما حبيتوش، بدات اكرف. جيت بقى يعني الكيمياء انضربت مني، فانا بقى كنت في الاول زي ما انا قلت لك منظم الوقت، الدنيا تمام، باجي اذاكر بقى خلاص اللي ورايا براجع اول باول، مفيش حاجه فايتاني وكده. جيت بقى ديت نقطه التحول. الاستاذ ما حبيتوش، ما لقيت نفسي بدات الدنيا تبوظ مني خالص. بعد كده قلت ايه، بدا شغل الركن بقى. يا عم ده لسه بدري، ده لسه في شهر 9. لا ده لسه انا لسه في شهر بالظبط. بعد كده الموضوع بدأ يكبر، احنا مش في بالنا، اليوم بيجي بيجر يوم بيجر يوم بيجر يوم، وانت مش في بالك، انت لسه بسنة طويلة. بعد كده بقى لقيت نفسي الدنيا اتراكمت عليا وخلاص، احاول اجيب اللي اجيبه والاقي الدنيا برضو متراكمة. زهقت، حسيت بملل، حسيت يعني ان السنة بتضغطني، وواحد بدأ يتضغط تمام. بقى بدأنا حكايات البطرس بقى، فيفا 18 لا هو ده بس الحمد لله يعني على كل حال. يا عم احنا كنا بنفتح مع الراجل الراجل كان بس يشوفنا قدام القهوه خلاص. انت قول ثانيه بس. احنا بقى لازم نقول للناس يعني ايه يومنا كان بيمشي ازاي في ثالثه ثانوي. احنا في الاول خالص ولا بعد البطرس؟ لا بعد البطرس. يعني في الاول دي احنا طالب عادي بتاع ثالثه ثانوي، بيروح الدرس، بيجي من الدرس يذاكر، بينام، ما اعرفش. بعد البطرس بقى يا جدعان، بعد البطرس بقى احنا كنا بنبدا يومنا نروح على البطرس تمام. الساعه كام بقى؟ احنا كنا نروح 9 9 الصبح، ناس مجتهده شايله دنيتها، الناس كلها، الناس رايحه دروسها واللاب مكان الشنط والدرعات اللابتوب لا بقى كنا بنروح البطرس، هو يفتح ونستنى ونقعد. قبل ما كنا نقعد ننصب العده بتاعتنا، اللاب بالدرعات. ساعات بننضف معاه. ايوه بس كده يعني احنا كنا داخلين شركه في البطرس. والله زي كنا الدنيا بتاعتنا مش زباين رايحين نقعد. احنا كنا بننضف معاه، يعني يعتبر كنا بننضف معاه. خلاص يا عم الترابيزه بتاعتنا دي هناخدها احنا نعمل تحتها وخلاص. ظبط انت باقي المكان بقى، عشان الزبائن اللي هتيجي. الساعه 9 الصبح نروح، هو عارف، هو يجيب الفطار من الراجل اللي جنبنا بتاع الفول، يبعت الفطار. لا وكان في الزبده بقى. يا لهوي الطعمه كانت سخنه. كان بتقف هنا. لا احنا لسه جاي لك الغدا بقى، تيجي كريبات معرفش ايه، تيجي بعدها انت قاعد تقوم الساعه 6 7 تروح بقى. وعلى كده نروح بقى الدرسين. ده كان كام شهر؟ شهر 11 12 و1. في اول 2 ابتدينا نفوق شويه. بعد اجازه، بعد فصل بين. انا لسه فاكر لحد دلوقتي لما جيت، كان لو تفتكر كان حصل لي دروب كده في ثالثه ثانوي في شهر 1. فالمهم ايه، في اخر 1 فوالدتي جايه بتسالني بتقول لي يعني ده مش احمد، انت في حاجه مأثره عليك. فهي جايه بقى على اساس ان الواحد مضغوط وما اعرفش ايه، ثالثه ثانوي وما اعرفش ايه، فانت ايه اللي مأثر عليا؟ قلت لها، رحت جاي ماسك، كان اول كتاب اللي جنبي كده كان كتاب الفيزياء. رحت جاي ماسك الوحده بتاعت الكهرباء، قلت لها انا اعرف دي بتاعت اللي هي المقاومات وما اعرفش ايه، الحاجات اللي في الاول، الوحده الاولى اصلا انا اعرف دي. ورحت جاي ماسك بقى الكتاب الفيزياء، قلت ما اعرفش دول. لا دي يا لهوي حاجه مصوته.
يا ابني عدى 5 شهور. عدى 5 شهور خلاص يا ابني، ما كنا في شهر 2 يعني 2 3 4 5 وامتحانات اللي هي اصلا انت هتبدا المراجعه، في ناس بتبدا في 2. فالمهم لا خلاص بقى انت تخصص. لقيتها بقى راحت جايه هم الصراحه اهلي انت فاهم، راحوا جايين واقفين وقفه من النار. خصص. انا ما كنتش بنام حرفيا، ما كنتش بنام في شهر 2 3 4 5. ويمكن الدروب انا جبت 91%، وهندسه كانت واقفه معايا على 2%، ودخلت خاص. بس يعني اللي هو السبب في ان انا مثلا هو كله بتوفيق ربنا، بس السبب في ان انا مثلا ايه اجيب المجموع ده يعني يضيع مني 2 3%. هي برضو عايز اقول لك شهر الامتحانات، يعني خلينا نتكلم في دي. خلينا نتكلم في دي شهر الامتحانات ده. يعني لو هنتكلم بقى، يعني احنا بما اننا ناس مخلصين ثالثه ثانوي اهو، يعني من الدفعه القديمه بتاعه البوكلت، ويمكن انت عندك برضو في البيت كان في دفعه التابلت. فاللي هو لا، هو شهر الامتحانات هو الشهر هو ثالثه ثانوي. لو تفتكر برضو، يعني كان لنا واحد زميلنا قالها لنا قبلها، واحد صاحبنا يعني قالها لنا قبل ما ندخل ثالثه ثانوي، مصطفى عبد الهادي، لما قال لك ثالثه ثانوي شهر امتحانات. قدرت على نفسك في شهر الامتحانات هتجيب مجموع، ما قدرتش على نفسك في شهر الامتحانات ضيعت كل اللي انت عملته. فعلا. انا كنت يعني انا في الفيزياء انا في 7 ايام قبلها فاضيين، ما فيش نفس ان انا اذاكر. انا ذاكرت يعني شابتر واحد من اصل كانوا مش فاكر كانوا 8 شباتر، 8 4 حديثه و4 كهربائيه. ذاكرت شابتر واحد من اصل 8. مفيش مجهود ان ابذله، ان انا يعني مفيش شغف. خلاص انا يعني انت خلاص بتمتحن، خلاص ما هبط يا جدعان. اصلا الفيزياء دي كان لو تفتكر واحنا ايام امتحان الفيزياء واحنا في ثالثه ثانوي كان في 7 ايام اللي هو فصل العيد. 7 ايام دول بالظبط 7 ايام. كانت فيزياء، كانت تقريبا فيزياء للعلمي وتاريخ للادب. احنا كلنا اتضربنا في الحوار. انا يعني 12 درجه ضايعين في الفيزياء. 12 درجه اللي هو 3% كده. اوانت برضو. يعني هي يعني الكيمياء الحمد لله ان انا كنت هي كانت اخر ماده، فانا وصل لها وانا مشطب فاهم. بس خلاص بقى يعني كان الحمد لله ان انا كنت بحل على طول، فكانت الدنيا ماشيه معايا. الرياضه انا كنت بقعد احل امتحانين 3 استذكر بيهم بس. فاهم. بس هي شهر الامتحانات اللي هو طب ما هو انا بدل ما كنت بحل امتحان بحل 2، طب انا كنت اقدر اذاكر. طب ما انا كنت اقدر ادوس على نفسي. بس هي بقى الضغط. انت لو وصلت في ثالثه ثانوي دي لشهر الامتحانات وانت مرتاح نفسيا خلاص وهادي ومركز، خلاص انت هتعرف تنظم وقتك وهتعرف توصل للي انت عايزه في شهر الامتحانات. ما تنساش برضه ايام كان شهر الامتحان دي كانت بدايه، كنا في رمضان برضه. كنا في رمضان برضه واصله لك، ما كانش الدنيا احنا امتحنا كذا ماده في رمضان، اربع مواد في رمضان. انت في رمضان الضغط بقى، انت مش عارف الصبح تتسحر، تقعد تذاكر شويه، انت لو نمت الدنيا برضه ما كانتش منظمه. بس يعني هو اهم حاجه الواحد ينظم وقته في ثالثه ثانوي وما ياخدهاش اللي هي بقى انتحاريه. لا انت حبيب قلبي خلص، خد دروسك، ما تضيعش وقت، خلص ارجع ذاكر، نظم وقتك. واهم حاجه تنظيم الوقت في ثالثه ثانوي، وانت الواحد ما يسيبش حاله لدماغه، ما يسيبش نفسه لدماغه. اتكلم على حاجه فعلا يعني المفروض تحصل. ما ينفعش تبدا ما ينفعش اللي هو بكامل الباور بتاع انت بتبقى داخل. يعني انا بقول لك انا داخل عندي حماس ابن الذين جبار، هعمل وهسوي وهنحت عايز اجيب مجموع كبير وعايز اعمل عايز اسوي. فالمهم بتبقى داخل عندك حماس ابن الذين. المدرس اللي قصادك هو اصلا ما بيبقاش يعني، عشان تبقى فاهم، في استراتيجيه يمكن كانت في المدرسين، الله اعلم ان بعد الظن اسم، بس هي في استراتيجيه ما كنتش بحبها في المدرسين، اللي هو بيبقى عنده فكر ان هو دايما لحد اخر وقت محتاج يربطك جنبه. فهو في شهر 8، في شهر 9، في شهر 10، في شهر 11 بتيجي تلاقي الحصيله بخلص شابتر ونص. فاهم يا جدع ده يعني هو ممكن تلاقي نفسك قعدت لها مدرس مخلص مثلا 3-4 شباتر من اصل 8 مثلا.
طب ايه يا جدعان، هتلاقي في شهر واحد انت خلصت المنهج، او شهر واحد ونص نص اتنين تلاقي نفسك خلصت المنهج. طب ازاي يا جدعان؟ يعني انا طول السنه باخد مثلا في صفحتين، باخد في درس الا شويه، ما اعرفش ايه، تيجي انت في فتره تلاقي نفسك بتاخد بالدرسين، تلاقي نفسك بتاخد شابترين. طب ازاي يا جدعان؟ انتوا بتعملوا ايه؟ لا، هو عايز دايما يخليك جنبه لاخر وقت، اللي هو لا انا لو خلصت معاك، لان برضو كانت الحوار ده منتشر ايامنا، ما اعرفش دلوقتي يعني منتشر ولا لا، اللي هو الطالب كان عنده فكر ان هو مش عايز يضيع معلومه من المدرس ده، وفي نفس الوقت عايز ياخد معلومه من المدرس ده، وعايز ياخد معلومه من المدرس اللي هناك، وقابله محمد هشام مثلا، قابل احمد قال له لا ده في مدرس الفلاني كويس، فهو عايز يروح ياخد عند المدرس الفلاني برضه. فكانت اللي هو ايه، لو خلص المنهج في 3-4 شهور لا عادي هيفكس للمدرس ده ويروح للتاني. فاهمني؟ يمكن احنا دي حاجه كانت منتشره ما بين زمايلنا، ويمكن احنا عملناها احنا كمان، في ناس كتير عملتها. يعني انا خدت عند مدرسين كتير في ثالثه ثانوي، بس عشان كنت ضايع يعني الفتره اللي احنا ضيعنا فيها دي، كنت بحاول الم قدر الامكان. فكانت الحاجه دي او السيستم ده بيضيع الواحد، اللي هو طاقتك كلها راحت في شابتر ونص، انت ما خدتش حاجه، ما خلصتش 20% من المنهج. طب يا جدعان انا بقالي 6 شهور في داخل ثالثه ثانوي وما خلصتش حاجه. طب خلاص انا طاقتي راح، انا بذاكر كل يوم في نفس الشابتر، كل يوم بذاكر الشابتر ده. طب ايه؟ هتلاقي نفسك تخش ثالثه ثانوي، يمكن الكلمه دي اللي خلص ثالثه ثانوي هيبقى متاكد منها، انت في شباتر لو جاب لك فيها، يعني لو جاب لك مستشار كده يمتحنك شفوي، مش هقول لك ريت، هتعرف تجاوب لانك مدمرها مفرتكها. انت مفرتكها، اللي هي اول كام شابتر انت مفرتكهم، بتيجي في الشباتر في كام شابتر كده بيقع منك، بتكروتهم بكده عشان تمشي الدنيا، عشان ما سقطوش منك في النص بالظبط. فانت الاحسن ان انت ايه، تبدا عادي. التليفون لا، مش لازم، مش شرط ان انا استغنى عن التليفون في الاول، مش شرط ان انا استغنى عن كل حياتي في الاول، لا عادي، انا ممكن ابقى بخرج كل فتره، مش لازم كل يوم، كل اسبوع مثلا، ما اعرفش ايه. طب انا لو بلعب حجز عادي الكلام ده. يعني انا شايفه لو انا رجعت ثالثه ثانوي انا هعمل كده، في الاول انا هعمل كده، مش هستغنى عن حياتي. في شهر 1-2 هبدا بقى اخش، بحيث ان انا كنت عايش حياتي ومواظب على دروسي. يعني انا حياتي عاديه، مواظب على دروسي وعايش حياتي ومش مدمر نفسيا، لان انا لما دخلت في شهر 2 انا كنت شايل لود فوق كتافي، اللي هو يا جدعان انا كان المفروض اعمل كذا، مع ان لا، انا ما كانش المفروض اعمل كده، انا كان المفروض ابدا في 2 بس مش مضيع اللي ورا. فاهمني؟ انا ابدا في 2 اشد جامد زي ما شديت، بس ما اكونش مضيع اللي ورا، اللي هو لا انا كنت مواظب على اللي ورا، بس في نفس الوقت اللي جاي انا هشد فيه اكتر. بالظبط صح. فاهم؟ فهي كانت كده يعني.